بيبدأ المسلسل بشاب اسمه كيم غون وو، ملاكم قوي وبيعشق الملاكمة. كل يوم بيروح يتمرن في نفس صالة الملاكمة وبيفضل فيها ساعات طويلة بيجهز نفسه وبيشد على نفسه. في يوم وهو راجع من التمرين وقبل ما يدخل البيت بيسمع صوت مامته وهي بتتكلم مع صاحب الكافيه اللي هي مأجرة منه، وبتتحايل عليه يمد ليها فترة سداد الإيجار شوية عشان الكافيه ما بقاش يكسب زي زمان بسبب قلة الزباين بعد ما كورونا ضربت البلد. فغون وو بيزعل جدا لما يسمع الكلام ده وبيقرر انه يدخل بطولة ملاكمة لأول مرة في حياته عشان يجمع منها فلوس يساعد بيها مامته وتسد الإيجار. تاني يوم فعلا بيدخل أول ماتش ليه وبيفاجئ الكل، بيكسب كل المتسابقين بضربة واحدة بس، وده بسبب قوته وتدريبه اللي موقفش لحظة. آخر متسابق المفروض يواجهه اسمه هونج وو جين. قبل الماتش مدرب وو جين بيحذره وبيقول له خلي بالك من ضربة غون وو القاضية، بس وو جين بغروره بيرد عليه انت شكلك مش عارف انا مين، انا كنت في القوات البحرية. والمدرب بيكرر التحذير بس وو جين بيصر انه يكمل ويفوز. بيبدأ الماتش، غون وو بيديله اول ضربة وو جين بيقع على الارض. قبل ما الحكم ما ينهي الماتش بيقوم بيجي في باله خطة انه يتفادى الضربة الجاية ويحكم على غون وو ويكسب. بيرجع للواقع بيحاول ينفذ خطته لكن ما بتنجحش. غون وو بيديله ضربة تانية اقوى وو جين بيقع ما بيتحركش تاني. الحاكم بيعلن فوز غون وو. بعد الماتش وو جين بيقعد مع المدرب في اوضه اللبس فبيكون محرج ومكسوف. المدرب بيقوم يمشي فوو جين بيقول له مش هناكل ولا ايه؟ المدرب بيبص له بقرف وبيقول له انت لسه واكل علقه ما كلهاش حمار في مطلع، وبيديله شويه فلوس ما يكفوش وجبه وبيقول له اتصرف يا غبي ويمشي. وو جين بياخد الفلوس وبيخرج من الاوضه بيتفاجئ بغون وو واقف مستنيه. بيتعصب وبيقول له مستني مين؟ فغون وو بيضحك له بيقول له انا بس حبيت اعتذر لك وعزمك على الاكل. وو جين بيستغرب وبيقول له ليه عزمتني انا بس؟ فغون وو انا لحقتك انت، لكن لو كنت لحقت الباقي كنت عزمتهم كمان. فبيروحوا سوا مطعم وبيبداوا يتكلموا. غون وو بيحكي له انه كان بيخدم في الجيش وكان اقدم من وو جين في القوات البحريه. وو جين بيتفاجئ وبيقوم يعمل له تحيه البحريه وبيبدا يعامله باحترام. بيسأله عن شغله فبيقول له غون وو انه بيشتغل اي حاجه تساعده تجيب له فلوس عشان مامته، خصوصا ان في ظروف صعبه، والمكافاه اللي كسبها من البطوله دي هيديها لمامته عشان تدفع بيها الايجار. فوهم خارجين بيشوف غون وو كارت مرمي على الارض فبياخده. وهو جين بيقول له انه ده كارت قروض بتقدمه بعض الشركات للناس عشان يساعدوهم في ازمه كورونا، وبيحكي له ان اشتغل في شغل شبه ده قبل كده بس سابه لانه كان حرام وقرر يدور على شغل بالحلال. وهو جين بيساله اكيد هتدخل بطوله المحترفين طالما انت قوي كده؟ فغون وو بيرد بطوله المحترفين هتتاجل بسبب كورونا، ممكن ما تحصلش دلوقتي. بياخدوا ارقام بعض وبيبقوا اصحاب. غون وو بيرجع البيت واول ما بتشوفه مامته بتحضنه وتقول له انها كانت بتتفرج عليه وهو في البطوله، فبيطلع لها الفلوس وبيقول لها تسد بيهم الايجار، فبتتاثر وبتحضنه وبتشكره. لكن في نفس الوقت في شركه اسمها سمايل كابيتال للاوراق الاماليه بتشتغل في النصب. رئيس الشركه في الحقيقه زعيم عصابه بيستغل ازمه كورونا ويبعت رجاله بيقنعوا اصحاب المشاريع الصغيره اللي متاثرين بالوباء ده انهم ياخدوا قرض ب5% فايده، لكن في العقد في شرط مكتوب بخط صغير ان لازم يدفعوا جزء من القرض كل اسبوع، ولو اتاخروا الفايده بتبقى 20% وبتتضاعف كل اسبوع تاخير. رجاله الشركه بيبداوا يلفوا على اصحاب المحلات يقنعوهم بالقروض دي. وكان جي مساعد بارك بيروح للكافيه اللي مامة غون وو شغاله فيه وبيقنعها تاخد القرض ده تحت الضغط. بتقتنع مامة غون وو بكلام كان جي وبتقع في الفخ وبتوقع على عقد القرض من سمايل كابيتال من غير ما انها تاخد بالها من البند اللي بيتكلم عن الفايده الاسبوعيه. بنرجع لغون وو وهو رايح كعادته لصاله التدريب بس بيلاقيها مقفوله. بيتصل بصاحب الصاله وبيساله القافل ليه فجاه، فبيقول له ان في حاله كورونا ظهرت في المكان وانهم لازم يقفلوا مؤقت. فغون وو بيتضايق وبيقفل المكالمه. بيتصل بوو جين وهو نايم وبيطلب منه يتقابلوا عشان يتدربوا مع بعض. فوو جين بيوافق وبيوصف له مكان. غون وو بيروح له وقبل ما يوصل لبيته بيشوف بنت بتجري ورا راجل فبيجري وراهم وبيشوفها وهي بتضرب الراجل ده وبتمشي. فغون وو بيقرب منه بيلاقيه متبهدل بيقرر يجري ورا البنت، لكن فجأة هي بتهجم عليه وبتضربه بجهاز كهربائي وبتقول له انت بتجري ورايا ليه؟ فبيعتذر لها وبيقول لها انا مش هيكرر ده تاني، فبتسيبه وتمشي. غون وو بيروح البيت وبنعرف ان البنت دي اسمها هيون جو وانها شغالة مع راجل اعمال
أعمال بيستخدمها في إنها بترجع له الفلوس من الناس اللي نصبوا عليه، بس هي مش بتشتغل عنده بشكل مباشر، هو بيعتبرها بنته لأنه أخدها من دار أيتام من سنين. الراجل ده كان رئيس عصابة زمان ورجالته خانوه وسببوا له إصابة دايمة خلت رجله مش بتتحرك وقاعد على كرسي متحرك. من وقتها قرر إنه يتغير ويساعد الناس، وبقى بيدي قروض من غير فايدة عشان يخفف عنهم وقت الأزمة. في مشهد مؤثر بتجيله ست كبيرة كانت واخدة منه جرد وبتيجوا عشان تديله الفلوس وبتشكره وهي بتدمع وبتقول له إن الفلوس دي أنقذت بنتها من الموت، وهو بيرد لها الفلوس وبيقول لها سددي وقت ما تقدري، أنا مش مستعجل. بس هي بتصر تسيب الفلوس وتمشي. بعدها بتيجي هيون جو وبتديله ساعة تمنها 20 مليون وبتقول له إنها جريت ورا الشخص اللي ما سدش القرض. فالراجل بيتفاجئ وبيقول لها إن القرض كان 10 مليون بس، فبتقول له ال10 الباقيين ضريبة على نصب. بيتبسط من كلامها، لكن هو بيبص في ايديها بيلاحظ جرح، بيقلق عليها وبيقرر يعين لها حارس شخص. بيتصل بصاحبه قائد سابق في القوات البحرية وبيطلب منه يرشح له شخص يكون خدم في الجيش. فبنرجع لرئيس العصابة بارك اللي بيأمر مساعده كانجي يبدأ انه يجمع الفوائد من المحلات اللي اخدوا منه القروض. بيقول له اللي ما يسددش كسر عليه المحل. كانجي بيروح مع رجالته على الكافيه بتاع غنوو وبيقول لها انه ميعاد الدفع جه، فهي بتستغرب وبتقول له ان لسه باقي وقت. فبيشرح لها الثغرة اللي في العقد وان الفايدة بتزيد كل اسبوع تأخير. بتخاف وبتقول له انها هتبلغ الشرطة لو ما مشيش. فكانجي بيضحك وبيخرج، لكن بيقف قدام المحل بشكل مستفز. غنوو بتتصل بابنها وهي مرعوبة، لكن قبل ما تقول له حاجة بيسمع صوت تكسير وصوتها. غنوو بيقلق جدا وبيجري على الكافيه. اول ما بيوصل بيلاقي مجموعة من الرجالة واقفين قدام المحل بيحاولوا يدخل، بس واحد بيمنعه. بيشوف من جوه كانجي بيضرب مامته، فبيفقد اعصابه وبيضرب اللي قدامه وبيشتبك مع الرجاله وبيضربهم وبيتحمل الضرب، لكن في الاخر بيغلبهم وبيخش جوه. بيطمن على مامته وبيمسك كانجي عشان يضربه، لكن قبل ما يضربه بيدخل بارك ومعاه واحد ضخم شبه الدبابه. فغنوو بيخاف على امه وبيقرب منها، فبارك بيقول ببرود احنا جايين نلم القرض وفوايده. فغنوو بيرد عليه حتى من اللي كسرته الاول. فبارك بيبص له باستحقار وبينادي الشخص الضخم وبيقول له اتصرف. غنوو بيستعد للمواجهه وبيضرب اول ضربه، لكن الراجل ما بيتأثرش. بيرد عليه ما حسيتش بحاجه. غنوو بيحاول تاني لكن برضه مفيش تأثير. بيفضل الراجل الضخم يضرب في غنوو لحد ما بيقع على الارض وبيبقى مش قادر يقوم. بارك بيقرب منه وبيدوس عليه برجله وهو واقع وبيقول له انا منبهر بشجاعتك. بيعرض عليه يشتغل معاه ويبقى راجل من رجالته، بس غنوو بيرفض وبيشتمه قدام رجالته. بارك بيتعصب جدا وبيطلع سكينه وبيسيب له علامه واضحه في وشه وبيقول له ان لو ما سددش القرض وفوائده هيقتل امه. بعد كده بيمشي هو ورجالته. مامته بتنهار عليه وبتاخده بسرعه على المستشفى. بيتعالج غنوو من الاصابات، وبعد ما بيخرج بتشوف امه الجروح اللي في وشه وبتنهار من العياط وبتعتذر له وبتقول له ان اللي حصل ده كله بسببها. كيم بيحضنها وبيقول لها انه مش ذنبها وبيمشوا سوا. بعد كام يوم بيروح غنوو مع ووجين المستشفى عشان يطمن على الجرح اللي في وشه. الدكتوره بتقول له ان الجرح محتاج جراحه تجميل، خصوصا انه لسه شاب صغير، لكنه بيرفض عشان معهوش فلوس. بيخرجوا سوا ووجين بيقعد بيراجع معاه بنود العقد اللي مامته مضت عليه. ووجين بيقول له ان في شرط مكتوب بخط صغير جدا بيقول ان الفايده بتتجمع كل اسبوع وانهم دلوقتي مديونين ب100 مليون وون. فغنوو بيتصدم وبيقول له انه مش قادر يدفع المبلغ ده. وجين بيحاول يطمنه وبيقول له انه هيحاول يتصرف. بياخدوا ووجين على مطعم قريبته وبيقعدوا ياكلوا، وبعد شويه ووجين بيخرج يتكلم في التليفون وغنوو بيسمعه. بيطلب من حد يستلف منه 100 مليون وون. غنوو بيتأثر جدا وبيفضل قاعد مستنيه. ووجين بيرجع ويقول له انه عرف يتصرف في الفلوس. غنوو بيشكره جدا على اللي عمله عشانه. بعد ما خلصوا اكل بيروحوا يقابلوا الشخص اللي هيسلفهم الفلوس، اللي بيقول لهم ان فايدة القرض يوميا 1%. فبيفرحوا ان الفايدة قليلة، لكن بعد شوية الراجل بيعرض عليهم يشتغلوا معاه وبيقول لهم انه شغال في غسيل الاموال. فغنوو بيرفض الشغل ده وبيرفض القرض كمان وبيقوم ويمشي. ووجين بيمشي وراه وفرحان ان غنوو ما وافقش. وهما ماشيين فجأة بيتصل بيهم قائد كتيبة من القوات البحرية، وده نفس الشخص اللي اتكلم معاه الرجل العجوز اللي عايز يعين حارس لهيونجو. القائد بيطلب يقابلهم فبيروحوا له على طول وبينسوا موضوع الفلوس من كتر الرهبة. القائد بيسألهم على معلوماتهم وبيشرح لهم ان في رجل اعمال كبير عايز يعين حارس شخصي
وكلمته ليها وزن كبير. بيطلب منهم أرقامهم وأرقام بطايقهم عشان يعمل تحري. وجين بيستغرب وبيقول له إنهم كانوا لسه بيتكلموا في التليفون عشان سلفة. القائد بيرد عليه إنه بيكرم اللي بيشتغلوا معاه، ولو اشتغلوا هيقدروا يجيبوا الفلوس دي بسهولة. فغونوو ووجين بيفرحوا جدا وبيكتبوا بياناتهم وبيمشي. بعدها القائد بيتصل بتشوي وبيقول له على غونوو ووجين. تاني يوم تشوي بيروح لمطعم أصدقاء غونوو وبيبعت يجيبه. مامته بتدمع وبتقول له أنا كده ببهدل مستقبلك، بس هو بيقول لها المهم نعيش سوا مرتاحين، ما تشيليش هم، انا هرجع للملاكمه تاني اول ما الوباء يهدى. مامته بتفضل تعيط وتشكره. تاني يوم غونوو ووجين راحوا مع بعض لمكتبه تشوي. فغونوو استغرب وساله انت هتدخل معايا؟ فرد عليه ووجين ايوه، وهحاول اقنع تشوي انه يشتغل معايا ونبقى سوا. فرح غونوو بالفكره ودخلوا هما الاتنين على تشوي وقعدوا معاه. ووجين بدا يتكلم ويقنعه انه ينضم للشغل، وفضل يمدحه لحد ما تشوي وافق مبدئيا وقال لهم ان المهم ان الشخص اللي هيشتغلوا على حمايته يوافق. غونوو اتوتر وسأله ولو موافقش رد تشوي يبقى مش هتشتغلوا. غونوو اتوتر اكتر وقال له انا سددت فوائد القرض من الفلوس اللي بعتها لي ومش هقدر ارجعها دلوقتي. فطمنه تشوي وقال له ما تقلقش هتتقبل. وخرج وسابهم في المكتبه وهم قاعدين. وقع كتاب من الرف وطلع مليان فلوس. جربوا كتاب تاني وطلع فيه فلوس برضه. اكتشفوا ان كل الكتب اللي حواليهم فيها فلوس وجالهم تفكير لحظه، لكن في الاخر رجعوا كل حاجه مكانها. فضلوا مستنيين الشخص اللي هيشتغلوا لحمايته، وفي نفس الوقت تشوي بعت رساله لهيونجو وقال لها ان في 2 مستنيينها في المكتبه. هيونشو كانت مش عايزه حد يشتغل معاها او يحميها، بس راحت عشان ما تزعلش تشوي. اول ما وصلت قام غونوو ووجين يرحبوا بيها بحماس وقالوا لها انهم هيبقوا الحراس بتوعها، لكنها رفضت وقالت لهم اطلعوا بره. فغونوو اتكسف وخرج، لكن قبل ما يمشي قعد على ركبته وقال لها انه عيلته عليها دين 100 مليون وون وان الشغل ده هيبقى راتبه لسنتين. كلامه اثر فيها وقالت له ماشي تعال نتكلم في الموضوع على الاكل. راحوا مطعم وبدات تفهموا ان مهمتهم الاولى هي انهم يتبعوا الناس اللي بيسرقوا بطايق المتشردين وبيستغلوا اسمائهم وياخدوا بيها كرود، وكل ده من غير ما يظهروا هم في نفس الصوره. وفي اخر اليوم خدتهم بعربيتها وبداوا يراقبوا عربيه نزل منها ناس متنكرين في هيئة متشردين، كانوا بيقنعوا المتشردين يدوهم بطايقهم مقابل أجر شهري بسيط. ولما حاولوا ينصبوا على متشرد اتنصب عليه قبل كده، المتشرد عرفهم وبدأ يتخانق معاهم فضربوه. قبل ما يقتلوه غونوو اتدخل وأنقذه فهربوا. فهيونجو اتعصبت لأن غونوو بوظ خطتها وقالت له إنهم كده كشفوا نفسهم. غونوو رد عليها وقال لها لو كنت مكاني وسايبة حد بيموت قدامك كنت هتنقذيه ولا هتسيبيه يموت؟ سكتت وما ردتش. غونوو أخد ووجين وخرجوا. كانوا ناويين يسيبوا الشغل، لكن قبل ما يمشوا فهيونجو بعتت لهم رسالة وقالت لهم ييجوا تاني يوم. فرحوا وعرفوا انهم لسه في الشغل. فتاني يوم راحوا وهيونجو شرحت لهم طبيعة الشغل وقالت لهم انها بتشتغل من ورا ظهر تشوي لانها عايزة تنتقم من ناس كانوا بينصبوا عليه. فلما سألها غونوو عن علاقتها بتشوي قالت له ان خدها من دار ايتام ورباها واعتبرها بنته. وساعتها غونوو حس ان تشوي ده راجل طيب فعلا وقرر يشتغل معاه. فجأة شافوا على الكاميرا شخص بيحاول يفتح باب المكتبة ومعاه واحد تاني، فراحوا بسرعة يجيبوا أدوات أقوى واتضح إن اللي معاهم هو مساعد بارك. غونوو وهيونجو ووجين فهموا إنهم كانوا متراقبين وإن العصابة عرفت مكانهم. فغونوو شاف بارك على الكاميرا وقال لها أنا عارفه، وراها الجرح اللي في وشه لما شال اللزقة وحكى لها على اللي حصل. بعد ما فكروا شوية فاستنتجوا إن المتشردين دول تبع بارك وإنه بيستغلهم لنفس الشبكة اللي بتحصل على القروض. فغونوو قال لها أنا عايز انتقم منه ويريح الناس من النصب بتاعه. تشوي اتعصب عليهم وقال لهيونجو انا ما قلتلكيش تعرضي نفسك للخطر. فردت عليه بعصبيه وقالت لغونوو يشيل اللزقه من على وشه عشان يوري تشوي الجرح. غونوو شالها وتشوي اتفاجئ وقال له انا ما كنتش متخيل ان الجرح ده عامل كده. هيونجو قالت لتشوي ان اللي عمل الجرح اللي في غونوو هو رئيس عصابه اسمه بارك وعنده شركه اسمها سمايل كابيتال. فتشوي اتصدم اول ما سمع الاسم وطلب من غونوو وهيونجو ووجين يخرجوا من المكتبة فورا. بعدها أمر مساعده تشيل يعمل تحريات فورية عن بارك وشركته. وبالفعل في آخر اليوم اتصل بيه المساعد وأكد له إن بارك هو نفس الشخص اللي بيتكلموا عنه. فتشوي اتصدم أكتر ورجع بالزمن كده شوية لورا لأيام ما كانت شوي رئيس عصابة.
وكان بيدي الناس قروض بفوائد عالية. وكان بارك واحد من رجالة تشوي، وهو والدبابة البشرية اللي كان في الكافيه بيحرس غونوو. وفي يوم بارك خانه وخطط هو والدبابة يسرقوا المكتب بتاع تشوي بالليل. دخلوا سرقوا الخزنة، لكن الأمن شافهم وبلغ تشوي فجأة، فراح بسرعة ولقاهم ودخل في مواجهة معاهم. وقتها بارك ضرب تشوي بسكينة في جنبه وحاول يغرزها في دماغه، لكن فشل. طوره في وشه نفس الجرح اللي عند غونوو دلوقتي. بس قبل ما يخلصوا عليه، الدبابة رمت تشوي من الشباك وخدوا الفلوس وحرقوا المكتب وهربوا. نرجع بقى للحاضر. تشوي طلب من هيونجو تبعد عن بارك عشان ما تتأذيش، وقال لها انه عايز يعيش اللي باقي من عمره معاها في امان. فوافقت وحضنته وقالت له انا مش عايزه اعصيك تاني. بعدها خدوهم وراحوا مطعم قريبة ووجين، ولما وصلوا لقوه متبهدل ومتكسر، وقريبة ووجين كانت مستخبيه. ولما سالها ووجين قالت له ان في مجرمين كسروه المحل عشان ما دفعتش فوائد القروض، ففهموا ان دول ناس من طرف بارك. في اخر اليوم راقبوا نفس مجموعه المتشردين اللي شغالين مع بارك، وكانوا بيحاولوا يلاقوا مكانه، لكنهم ما كانوش عارفين ان المتشردين نفسهم عارفين انهم متراقبين. نزل واحد من المتشردين في نفق، فرحقوا غونوو ووجين، وهناك غونوو عرفوا واتصل برجالة تشوي عشان ينزلوا النفق ويحاصروا العصابة. وقت ما العصابة كلها كانت نازلة النفق، كانت في عيون شايفاهم من العربية وخافت واتصلت بتشوي علشان يلحقهم. العصابة كانوا أكتر من 30 شخص، وفعلا حصروا النفق بالكامل. وغونوو ووجين دخلوا في قتال معاهم وضربوا منهم كتير، لكن العدد كان كبير والعصابة بدأت تغلبهم. قبل ما يخلصوا عليهم، في الآخر نزلت هيونجو النفق وضربت كل اللي قابلها، وفي الآخر قدروا إنهم يخلصوا على العصابة كلها ويهربوا. ففي نفس الوقت مامة غونوو وهي نايمة سمعت صوت حد في البيت، ففكرت إن غونوو رجع، لكن طلع واحد من رجالة بارك وخطفها. فهو نازل اتعطل بواحد وهي طلبت مساعدته، وفعلا لحقهم وقطع أوتار إيديهم ورجليهم وأنقذ مامة غونوو. وكان في شخص تاني مبعوث من تشوي عشان يساعد في إنقاذهم. فغونوو شاف العصابة كلها متكتفة، ففهم إن اللي عمل كده هي هيونجو، ورجعوا تاني. رجع غونوو ووجين للبيت السري ولقوا مامة غونوو هناك، واستغربوا إنها كانت في خطر. فقعدوا مع تشوي وقال لهم إن بارك مش هيسيبهم بعد اللي حصل ده، ولازم يخططوا عشان يخلصوا عليه. وفعلا وافقوا وكانوا عايزين ينتقموا. أما بارك فكان في المستشفى بيشوف رجالته متبهدلين واتضايق، ودخل على اللي اتقطع أوتارهم وعرف إن اللي ضربهم هم رجالة تشوي. وقعد مع مساعدينه وحكى لهم قصة قديمة، وقال لهم إن دول 2 من 5 كانوا معاه، وقتل ال3 الباقيين علشان كانوا خطر عليه، وال2 دول أقوى 2 فيهم وبيقتلوا أي حد يقرب من تشوي. وقال لهم كمان إنه عايز يوصل الفلوس اللي تشوي مخبيها عشان مزنوق في 50 مليار عشان يكمل مشروع الملاهي بتاعته. فكانج افتكر المكتبة وفهم انه المكان اللي فيه الفلوس. في نفس الوقت تشوي اجتمع برجالته وقرر ينقل الفلوس من المكتبة عشان العصابة عرفت مكانها، وقال إن غونوو ووجين هم أنسب 2 ينقلوها، وشرح لهم إزاي هم قضوا على العصابة في النفق. فاقتنع تشوي ووافق. فعلا بيروح غونوو المكتبة مع ووجين وهيونجو، بتصر تروح معاهم، عايزة تدخل أي خناقة وخلاص وتثبت إن لها دور. بيبدأوا ينقلوا الفلوس للعربيات، لكن قبل ما يتحركوا هيونجو تفتكر إن في فلوس تانية جوه الخزنة. غونوو بيقول لهم إنه هيستناهم في العربية لحد ما يرجعوا الفلوس دي. هيونجو ووجين بيرجعوا جوه، وبتفتح هيونجو الخزنة وبيطلع منها سبايك ذهب. فوجين بيتفاجئ، ولما بيفتح كمان بيلاقي رزم دولارات، فبيتخض اكتر. وهيونجو بترد عليه وبتقول له انت جاي تتفاجئ بس ولا ايه؟ بيلموا الذهب والدولارات في شنطتين ويخرجوا بيهم للعربية، لكن قبل ما يتحركوا بيلاقوا رجالة بارك واقفين قدامهم، فبيتصلوا بغونوو في العربية التانية، وهيونجو بتقول له خليك ورايا، وبتتحرك بالعربية وبتبدأ تهرب، وغونوو وراها. العصابة بتبدأ تطاردهم وبيحاولوا يوصلوا للعربية اللي فيها غونوو لأن فيها معظم الفلوس، لكن هيونجو بتحاول تعطلهم وبتبدأ تخبط في عربياتهم لحد ما بتقلب عربية منهم. العربية بتاعتها بتتعطل، فبتنزل هي ووجين ياخدوا الشنطتين ويجروا بيهم، لكن وزن الشنط بيتعبهم فبيضطروا يرموا شنطة وبيكملوا جري، وبيقدروا يوصلوا لعربية غونوو ويفلتوا من العصابة. بيروحوا بعد كده للمخبأ، وغونوو بيسأل هيونجو انت اتأذيتي؟ فترد خسرنا شنطتين فلوس.
فيعيد السؤال: انا بسألك انت اتأذيتي؟ فبتقول له لا. فبيقول لها: في داهية الفلوس، اهم حاجة صحتك واخلاقك. هيونجو بتدمع من الزعل وتحس انها خذلته وبتطلب تخرج، وقبل ما بتخرج بيسألها تاني: متأكدة انك ما اتأذيتيش؟ فبترد هي متأثرة: ما انا ما اتأذيتش، وتمشي. تاني يوم رجالة تشوي بيجتمعوا مع غونوو ووجين وهيونجو وبيبدأوا يخططوا للانتقام، وبيبدأوا يدربوا غونوو ووجين على القتال بالسكينة، وبيدربوا هيونجو انها تستخدم الدراجة النارية في المعركة. يوم تنفيذ الخطة بيروح غونوو وهيونجو لموقع مساعدين بارك عشان يخلصوا عليه، فغونوو بيدخل الجراج اللي فيه المساعد وهيونجو بتراقب من بره. في نفس الوقت في عربيه فيها رجاله بارك توصل، وهيونجو بتشوفهم نازلين من الجراج، فبتقلق على غونوو وبتنزل بسرعه. بتشوفهم بيهجموا عليه، فبتطبق اللي اتدربت عليه وتهاجمهم وهي راكبه الدراجه الناريه، وبتضربهم واحد ورا التاني، وبتقدر تنقذه وبيهربوا سوا. في نفس الوقت غونوو ووجين بيكونوا بيراقبوا مساعد بارك المفضل اللي بيعرف كل اسراره، فبيقرروا يخطفوه من المستشفى. بيدخلوا المستشفى، وقبل ما بيوصل لمكان حراسة بارك بيهجموا عليه ويخطفوه من غير ما حد يشوفهم، وبياخدوه على مخزن سري ملك تشوي. بيتصلوا بتشوي ويعرفوه انه خطفوا مساعد بارك وبيعذبوه. تشوي بيقول لهم انه هيتفرج عليهم هما بيعذبوه لحد ما يجي علشان قلبهم يجمد. هيونجو بتشوفه بيعذبوه وبيجرحوه بالصاروخ وبيحطوا ملح على الجرح، فبتتقرف جدا وبتخرج وتسيبهم. تشوي بيوصل وهيونجو بتسأله: ليه طلبت اتفرج على التعذيب؟ فبيقول لها: علشان اللي جاي حرب واحنا ممكن نموت، ولازم تتعلمي انك تعتمدي على نفسك. فبتزعل وبتمشي. فتشوي بيدخل على الرجاله وهما بيعذبوا المساعد ويقعد قدامه ويشيلوا اللزق من على بقه. المساعد بيعرض عليهم يعترف على بارك مقابل فلوس وهروب امن، فبيوافق تشوي. فالمساعد بيبدا يحكي ويقول ان بارك عنده كورس ذاكره، الكورس متخزن في خزنه المانيه مصنوعه بامكانيات خاصه ما بتتفتحش غير ببصمه او عرق من ايد بارك، ولو بارك شك ان في غدر بيدوس على زرار من تليفونه والخزنه بتولع من جوه. فتشوي بيقرب من المساعد وبيقول له: هسألك سؤال اخير، فين مخزن الفلوس والذهب بتوع بارك؟ فالمساعد بيرد عليه وهو في اخره: محدش يعرف مكانه غير واحد بس، الدبابه البشريه اللي دايما مع بارك. الاتنين دول شركاء من زمان، وهو رجل اعمال غني جدا ووريث شركه كبيره اسمها ايفل، ومن ضمن ال50 واحد اللي بارك بيهددهم بالصور والفيديوهات. في الوقت ده الراجل ده اللي اسمه جاي بيكون قاعد بيتكلم مع قريبته في الشرطه في التليفون، وبيطلب منه يساعده ويخرجه من اللي هو فيه. بس قبل ما يقفل المكالمه بارك بيدخل عليه وبياخد التليفون وبيهدد الشرطي اللي على الطرف التاني: لو عملت اي حاجه او بعت الشرطه هنشر الفيديوهات اللي عندي عن قريبك وهبهدل سمعة عيلتك. فالشرطي بيخاف وبيغير موضوع المكالمة، وبارك بيطلب منه يدور في كاميرات المراقبة في البلد عن شخص راكب دراجة نارية هو اللي قتل مساعده. فالشرطي بيوافق وفعلا بيروح لغرفة تحكيم الكاميرات وبيبدأ انه يتبع الدراجة النارية اللي كان راكبها. في الوقت اللي بارك بيبدأ يجهز فيه رجال الهجوم، في الناحية التانية تشوي بيكون قاعد مع غونوو ووجين وهيونجو وبيتجمعوا سوا في قعدة سرية، بيضحكوا وبيتكلموا كلهم فرحانين انهم قربوا يخلصوا من بر. بعد السهرة كل واحد منهم بيروح على اوضته ينام، الا ليه بيخرج يقعد مع تشوي ويتكلموا شوية، لكن في نفس الوقت بيقلق عليه ويقول له: ما ينفعش تعرض نفسك للخطر دلوقتي، لازم تحافظ على اسرتك. فليه بيعترض، لكن تشوي بيصر وبيديله فلوس: خد لك 2 كيلو لحمه وتعشى ونام. ليه بيسمع كلامه، وقبل ما يمشي تشوي بيقول له: لما نخلص من بارك هبني لك نادي ملاكمه باسمك وتبقى بطل بجد، وهعمل لامك كافيه كبير من الدرجه الاولى. ليه بيفرح جدا ويشكره، لكن تشوي بيقول له: انا اللي لازم اشكرك على اللي بتعمله عشاني وعشان هيونجو. في الوقت ده الشرطي بيوصل لمكان الدراجه الناريه وبيبلغ بارك بيجمع رجالته وبيروحوا للمكان، لكن ما بيلاقوش ليه، بيلاقوا بس بطاقه هويته ومن خلالها بيعرفوا عنوان بيته. بيروحوا له بيخبط واحد من رجالته على الباب، فمراته بتقوم من النوم وبتحاول تصحى وتصحي ليه لكنه نايم نومه تقيل، فبتقوم تفتح وبتسمع الشخص بيقول انه جارهم وفي ميه بتتسرب من عندهم. قبل ما بتفتح ليه بيصحى ويسمع الكلام ويشدها بعيد عن الباب ويدخلها الاوضه وبيقفل عليها، تحط حاجات ورا الباب تعطل اللي يحاول يدخل. فرجاله بارك ما بيستنوش فبيكسروا الشباك ويدخلوا. ليه بيتصدى ليهم ويحاول يقتلهم ويضرب فيهم جامد، لكن في الاخر بيسيطروا عليه، فبيدخل بارك ويهدده
لو ما قلتليش على مكان الطرد تاني هقتل مراته. ليه بينهار وبيضطر يقوله على مكان المطعم، لكن بارك بيخلف وعده وبيوصل رجالته لمراته بعد القتال. بيكون ليه مصاب إصابة خطيرة فبياخدوه للمستشفى. الممرضة بتسأل هونوو عن فصيلة دمه، ولحسن الحظ تطلع نفس فصيلة دم ووجين، فبتسحب من هونوو كمية دم كبيرة. فبعدها بيروحوا لصاحبهم التاني المطعم وبيقتلوه، وبيروحوا البيت تشوي وبيهجموا عليهم وبيقتلوا تشوي، ووجين بيتصاب وبيروح المستشفى. وهونوو بيكون قلقان جدا على ووجين وبيسأل الممرضة هو هيعيش، فبترد عليه وبتقول له ده عنده نزيف شديد والكمية اللي احنا سحبناها منك مش كفاية، احنا محتاجين حد تاني نسحب منه دم. فهونوو بيكون واقف في المستشفى والدموع في عينيه، بيتحايل على الممرضة تسحب منه دم تاني عشان تنقذ ووجين، بس هي بترفض وبتقول له ان ده هيشكل خطر كبير على حياتك. بس هو بيكون مصمم وبيفضل يعيط وبيقول لها انه مستعد يضحي بأي حاجة عشان صاحبه يعيش. بتضطر الممرضة بتستجيب وبتسحب منه دم كفاية وبتدخل بيه غرفة العمليات. بعد وقت صعب وكبير الدكتورة بتطلع وبتبلغ هونوو ان العملية نجحت ووجين هيعيش، فبينهار من الفرحة. بس اول ما بيفوق بيبدأ يدور على هيونجو لكن مش بيلاقيها. الايام بتمر وبيكتشف بعدين انها سافرت وسابت البلد بسبب حزنها الكبير على تشوي. فبعد فترة هونوو ووجين بيبدأوا انهم يتدربوا تاني بشكل قوي عشان يستعدوا انهم يواجهوا بارك. مساعد تشوي بيقعد معاهم وبيحاول انه يقنعهم يرجعوا عن خطتهم دي عشان هو خايف عليهم، بس هم بيكونوا مصممين انهم بقوا اقوى وانهم لازم يكملوا. فالمساعد ده بيدعمهم للاخر وبيديهم شنطة فيها اخر فلوس كانت مع تشوي، وبيجهز لهم اوضة وعربية في البلد وبيبعت لهم المفاتيح. فبيرتبوا بعدها خطة بيجمعوا كل الناس اللي بارك ابتزهم عشان يتحدوا مع بعض ضده. وفعلا بيوصلوا لرجل الاعمال جاي اللي كان بارك بيهدده هو كمان. هونوو ووجين بيبعتوا له رسالة فيها انهم عارفين مكان قرص التخزين اللي فيه فضايح كل الناس، فبيتقابل معاهم هو وقرايبه وبيعرفهم انه فتح الخزنة بيطلب منه برنامج موجود على موبايل بارك. فبيستعينوا بخبيرة حسابات وبتقول لهم انها لازم تخترق موبايله وقت ما يكون متوصل بالواي فاي. فهونوو بيرتب لقاء مع بارك وبيقنعه انه عايز يوقع عقد شركة وبيشترط انه يحذف الفيديو بنفسه. بارك بيسلمه التليفون وهونوو بيفتح الواي فاي، والخبيرة بتنجح في انها تخترق التليفون وبتدي امر بحرق القرص اللي في الخزنة. يرجع بارك بيته بيشم ريحة حريقة، ولما بيفتح الخزنة بيلاقي القرص اتحرق فبيعرف انه اتخدع. فبيتواصل مع شرطي مرتشي وبيعرف منه مكان مساعد تشوي وبيبعت له رجالة يخطفوه ويصوروه وهو مجروح، وبيبعتوا صور لغنوو. حفيدة المساعد بتشوف الصورة وبتنهار وبتصر تروح مع غنوو ووجين تنقذ جدها. بيروحوا للمكان وبيقتلوا رجالة بارك وبيقدروا ينقذوا المساعد وينقلوه لمكان آمن وبيشكرهم على اللي عملوه. بعدها بيبدأوا يخططوا للخطوة الأخيرة وبيعرفوا من حد معاون مع بارك إنه ناوي يهرب على سفينة شحن. الراجل بيطلب مليار وون مقابل المعلومة، فبيروحوا لجاي يطلبوا منه السلفة وجاي بيوافق يساعدهم. بيروحوا للمكان اللي فيه السفينة قبل ما تتحرك وبيبدأوا يدوروا على بارك. هونوو بيشوفه بيجري وراه لكن بارك بيعور هونوو في ظهره وبيستخبى. بعد مطاردة عنيفة هونوو بيقدر يوصله وبيحصل بينهم قتال عنيف. في نفس الوقت ووجين بيتقاتل مع الراجل الضخم اللي دايما مع بارك وبيقدر يتغلب عليه بصعوبة، وبعد معركة قوية بيوقعوا في النهاية بضربة قاضية. في الآخر بيوصلوا للمكان اللي فيه الفلوس وبيلاقوا بارك حول كل الفلوس لذهب، فبيتفاجئوا وبيقلقوا لأنهم مش هيقدروا يشيلوا الكمية دي كلها. لكن فجأة بيظهر جاي في مركب في وسط البحر وبيساعدهم في نقل الذهب. وهم قاعدين قدام الذهب جاي بيسألهم ناويين تعملوا ايه بيه. وونو بيقول له انه مش عايز منه حاجة وانه عايز يبني مستشفيات ومؤسسات خيرية باسم تشوي وفاء ليه. جاي بيسعدوا كلامه وبيكافئهم بسبايك دهب رمزية وبيقول لهم انه هيتكفل بباقي التكاليف عشان يحول كل الدهب ده لأعمال خيرية. في الآخر هونو ووجين بيروحوا دار الأيتام وبيشوفوا أمهم اللي بتحضنهم بكل حب وبيعيشوا بعدها حياة هادية مستقرة من غير خوف. المسلسل ده كتبته سهيلة محمد وسجلته سهيلة محمد برضه ومنتجه إبراهيم توكل. لو بتحبوا ملخصات الهندي تقدروا تشوفوها على قناة باكو أفلام، وتقدروا كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تدخلوا جروب الفيس عشان بتناقش هناك وبننزل كل ما يخص الكدروم. أنيو.